السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. سيلتحق الأشخاص المستفيدون من نظام المساعدة الطبية راميد اعتبارا من غد الخميس فاتحة جنبر بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويستهدف هذا الانتقال حوالي 11 مليون شخص وذوي حقوقهم، حيث يستفيد الذين يتوفرون على بطاقة صالحة حاليا للنظام المساعدة الطبية من تأمين الإجباري الأساسي على المرض اعتبارا من التاريخ السالف ذكره. وسيأتي الأشخاص المستفيدون من نظام المساعدة الطبية حاملي لبطاقة صالحة للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المزايا الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية. وستتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وأطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة توصيلية توضح فيها أن المعنيين بهذا الانتقال سيستفيدون من الخدمات التي توفرها المستشفيات العمومية، مضيفة أنه في حال التوجه إلى طبيب خاص أو مصحة خاصة أو صيدلية سيؤدون الفاتورة التي سيتم احتسابهم مع حق في التعويض الجزئي عن مصاريف الأدوية والاختبارات وغيرها من الخدمات مثل المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.